يعني. إن شاء الله ربي يوفقكم دائما. قل لنا عن علاقتك بالمهرة والحكي اللي قاعد يقولون فرق العمر وأنه زواج مصلحة. اول شيء علاقتي بالمهره زوجتي. هاي العلاقه زوجتي، ماكو شيء اسمه مصلحه، ماكو شيء. يعني انا مالي شغل من الناس ولا هي لها شغل من الناس، احنا علينا من بعض. دام تحبني انا احبها الحمد لله. يعني الله يولد، يعني الزواج دائما الله يزرع الحب والموده بين الاثنين دائما يعني. وهذا الحمد لله نعمه من الله والتوفيق من الله. البنت ما شاء الله عليها يعني وايد شايلتني، يعني وايد حابتني، انا حابها وايد. فما اعتقد يعني ما في شيء اسمه مصلحه، شوف المصلحه ينتهي ما يدوم، ماكو شيء اسمه يدوم ما ولا بهذه الطريقه. يعني زواج المصلحه مو بهذه الطريقه، ولكن انا من طبعي احب ادلعها يعني. انا هذا طبيعي يعني هذا اللي شويه يمكن الناس يعني شايفه اوفر ما اوفر يعني زوجتي يعني ليش اوفر؟ يعني ليش الناس تشوف هذا الشيء اوفر؟ يعني بالعكس يعني هذا مو اوفر يعني. ترى انا هذه حياتي يعني، هاي طبيعتي يعني، انا على طبيعتي يعني حتى لما نطلع اي مكان عام يعني علاقتي مع عادي تشوفين يعني بنص المجمع عادي اقول احبك تحبيني يعني عادي يعني ذيك بالنيوز زايد قاعد اراضيها يعني. الناس وقوق يطلعون شنو يعني هاي حياة حلوة يعني هاي الواحد لازم يعيش حياته، يعني يعيش وقته، يعيش حياته، يعيش ايامه. انطافت علينا هالايام من غير لا نستمتع فيها ماك فايدة يعني. وخاصة يعني لما تكون انسانة يعني تكون زوجتي حلال يعني تستانسين اكثر يعني اذا هي ما قدم لها الحب هذا ماك فايدة يعني. طبعا الله يخليكم حق بعض ودوم هالفرحة اللي بينكم. كلمة توجه حق جمهورك. جمهوري انا احبهم وايد.